مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كروشيه لولو. بتمنى انه الحلقات اللي عم بعرضها تكون عم تستفيدوا منها وتكون عم تعجبكم. ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديوز اذا كان في حال عجبتكم، واذا كان عندكم اي تعليق اي استفسار حطوه بالمكان المخصص بالتعليقات، وانا على اتم استعداد اني اجاوب على اي تعليق عندكم اياه ضمن معلوماتي. واي بروجي جديد حابين انكم تعملوه خبروني عنه، وإن شاء الله بنساوي مع بعض. وخلونا نبلش مع بعض بالقطبة التونسية. هاي من مبادئ القطب التونسية. هيدا وش الشغل وهيدا القفا تاعه، هيك بيكون شكله. إذا أنت حابة تعملي شال أو تعملي بوند للراس، اعملي أكتر من 15 قطبة، لأنه هيدي عبارة عن 15 قطبة. ممكن تعملي 20 أو 25، طريقة واحدة هلأ حنتعلمها مع بعض. وطبيعي طول الشال اللي بدك اياه انت حسب رغبتك، قديش بدك اياه يكون طويل، قديش بدك اياه يكون قصير، انت على حسب الرغبة، بما انه الطريقة واحدة ما حيختلف شي. وكيف بتنهي الشغل؟ مثل الكروشيه، بتقص الخيط وبتسحبيه وبترجعي بتخيطيه بقلب الشغل. قطبة كتير حلوة، بتنفع انك تعملي منها كنزة كمان. ساعتها بتحتاجي للسنارة الكبيرة اللي هي السنارة التونسية، بتكون طويلة بهذا الشكل ومعكوفة مثل سنارة الكروشيه. وطبعا ممكن إذا بدك تعملي شي أكبر بعد، في منهم بيجوا يا سنارة الكروشيه ومعهم حبلة، ممكن توصل الحبلة ل120 سنتي، ممكن أقل. فأنت على حسب شو بدك القياس بتجيب السنارة المناسبة لإله على حسب الشغل. لنبلش بالقطبة التونسية، نحن بحاجة لسنارة كروشيه تونسية. هيدي هون أنا معي إياها رقم 3، فما حتنفع لهيدا الخيط، لأنه مهم بالسنارة بالشغل التونسي أو القطبة التونسية إنه تكون السنارة أكبر من قياس الخيط بدرجتين، لأنه بطبيعة القطبة التونسية إنه الشغل بيلف على السنارة، فلا تخففي من هيدا اللف والبرم تبع الشغل تكون السنارة أتخن من قياس الخيط بنمرتين. بس أنا حبيت فرجيكم إياها كيف شكلها بيكون. بس حاستعمل مبدئيا سنارة كروشيه عادي، لأنه حيكون مجرد نموذج حنعمله مع بعض من 15 سلسلة، من 15 غرزة، فما بحاجة لسنارة أكبر من هيك. حأعمل 15، 1 2 3. عملت 15 قطبة، وهلأ بدي ابرم الشغل تاعي. بتلاقي القطبة عندك عبارة عن 3 خيطان، 1 2 3. وقت تبرميه في عندك هيدا الخيط اللي بالنص، هيدا بتفوتي السنارة فيه بهيدا الشكل، فبتلاقي الشغل السلسلة عندك لفت دغري مباشرة، وبتظهري منها صار في عندك 2. ترجعي تاخدي التانية وبتظهري اللي وراها بتظهريها. تعملي هيك على طول السلسلة.
تاخدي الخيط اللي بالنص ليصير عندك هلا فرجيكي كيف حرف الفي بكعب السنارة. ومهم انه تخلي ايدك رخوة، ما تشد الشغل مشان ما يلف كتير، هو بطبيعة الحال حيلف. هلا هيدي اخر قطبة صعبة شوي، صعبة كتير. طيب اخذت اثنين مع بعض، صاروا عندك اياهم كلهم على السنارة بهذا الشكل. مشان هيك اذا بدك تعملي شال، بدك تعملي بروزة، بدك تعملي كنزة، بحاجة لسنارة اكبر. شكل الفي عندك من تحت، وكلهم على السنارة. هلا هيدا اول دور. الدور الثاني وانتبهي ما تطلع من هون، تسحبي اول قطبة، اول وحدة، ترجع بعدين تسحبي، وبتضلك عم تسحبي لاخر الدور. بتظهر اثنين اثنين، بس اول وحدة بتظهريها وحدة والباقي بتظهر اثنين اثنين. وحاولي ما تشدي ايدك. بقى عندي ثلاثة، بسحب اثنين وبرجع بسحب اثنين. هاي تاني دورة. هلأ تالت دورة بفوت السنارة تاعيتي بهيدا العمود اللي هون بهيدا الشكل، وبسحب، برجع العمود التاني وبسحب، بلف السنارة حوالين الخيط دغري بفوت بالعمود، بسحب. القطبة التونسية بتعطيكي شكل قطبة التريكو أو شغل السنارتين حسب ما نحنا معودين نسميها. آخر وحدة، آخر عقدة، حاخد اتنين مع بعض. في عندي هيدا الخيط من هون، هيدا الخيط لحاله، وفي هيدا اللي اساسا العمود اللي انا عم باخده. حاخد العمود اللي انا عم باخده كل مرة وبفوت مع اخر وحدة. هاي صاروا اتنين هون على السنارة، وبسحب الخيط تاعي. بدي حافظ على العدد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، ووحدة تبعيتي هاي اللي كانت على السنارة 16. هلأ هاي الدورة الثالثة. هلأ الرابعة، برجع نفس الطريقة، بسحب أول مرة وحدة وبرجع بسحب الباقي اتنين اتنين،
للآخر. نفس الشي برجع بفوت بهيدا العمود اللي هون، ما باخده كله، مش اتنين مع بعض، بس اللي ظاهر عندي اول طبقة منه وبظهر. برجع العمود التاني اول طبقة منه، والعمود اللي حده كمان اول طبقة منه، للآخر. العمود اللي من فوق مش اللي من تحت، هيدا الشكل. هيدا هون العمود ما مبين كتير صغير، هي حاولي بينيه، وبتاخديهم اتنين مع بعض. واحدة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداعش، اتناش، تلاتاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش. لأنه هن عندهم اللي بتكون على السنارة أساسا بالكروشيه ما بتنحسب وحدة، بالقطبة التونسية بتنحسب. فكمان نرجع وحدة بس، وبنرجع اتنين اتنين للآخر. هلا هون لأنه السنارة أكبر من الخيط بمنيح، فما كتير عم بتلف، وإلا هي عم بتلف. وهيدي طبيعة القطبة التونسية. كمان باخد هيدا العمود اللي هون اللي فوق، بسحب الخيط، برجع باخد العمود اللي حده، بسحب الخيط، للآخر. كمان وصلت على آخر وحدة، فتش على العمود، هو بتلاقيه صغير هون ما مبين منه واضح، باخدهم اثنيناتهم. عملت 10 دورات، وهلأ حأعمل 11 نفس الطريقة. وبس بدك تختميها مثل ما بتختمي الشغل بالكروشيه عادي، انك بتسحب الخيط وبتقصيه. هي فوته بالعمود الأول، بسحبه، آخر عمود، وهون
فوتي القطبتين مع بعضهم يعطيكي حرف الفي، تاخديهم. كمان نسحب أول قطبة، نرجع نسحب من اثنين مع بعض، نرجع أول قطبتين مع بعض، نرجع القطبتين مع بعض، نرجع اثنين مع بعض للآخر. بتمنى انه الحلقة تعجبكم، ما تنسوا شير وسبسكرايب ولايك للفيديو. بتمنى انكم تستفيدوا من هاي الحلقة، وعلى امل انه ارجع القاكم بحلقة جديدة مع قطبة جديدة من القطبة التونسية. وهيدا هو، وبشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله.